ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده الكوارع بطريقه سهله وبسيطه خالص. انا هنا بوريكم الكوارع لازم يبقى العظم بتاعها فيه لون الموف ده. اللون ده معناه ايه؟ معناه ان هي لسه ان الكوارع دي صغيره وهتستوي معاكي على طول. ولازم برضو تجيبي الكوارع الخلفيه. تمام، انتي بتجيبيها بتغسليها كويس وتنضفيها على قد ما تقدري من الشعر. يعني انتوا شايفين في حته قدامكم هنا انا تعبت عقبال ما نضفتها وايه مرضتش تنضف برضو في الاخر. تجيبيها تغسليها كذا مره. دي كانت الغسله رقم 900 باين. تغسليها بدقيق وتغسليها بالجنزبيل وملح، ودي اخر غسله اللي هي بتبقى بالليمون. تمام، انا الكوارع بغليها بعملها على غلوتين. اول غلوه انا بقلب الميه اللي فيها، وتاني غلوه اللي احنا بنتبل بقى فيها. تمام، هنا دي كانت اول غلوه اهوت. انا نزلت كده بقى بالكوارع بسيبها يعني يا دوبك لغايه لما تقلب قلبه. تمام، بعد بقى ما تقلب القلبه ديت نروحوا ايه قلبين الميه بقى اللي فيها، وبقى متبلين بقى الشوربه من اول وجديد. هنا اهو زي ما انتم شايفين انا بحطها. عايزه اقول لكم يا جماعه كانت خطيره، ده يبقى دوب. ولازم يا جماعه يعني زي ما قلت لكم تجيبوا الايه الكوارع الخلفيه، بتستوي بسرعه. تمام، هي برضو هي كده كده بتاخد وقت عشان نبقوا برضو صراحة مع بعض. هي اقل حاجة هتاخد لها يعني 3 ل 4 ساعات. هنا هي كانت قلبت اول قلبة اللي انا بقول لكم عليها. تمام، انا برضو بصورها لكم اهوت. تمام، احنا قلبناها اهوت وصفيناها بقى من المية اللي فيها وكل حاجة اهو. نبتدي بقى نعمل لها الشوربة بقى اللي احنا هنشربها اللي بتبقى تحفة. بصلتين كده حلوين. تمام، وادي جزرايه انا بجيبها بقطعها كده، بتخلي يا جماعه الشوربه في طعم تاني خالص. والطماطم انا بحب اعصرها زي ما انتم ما شايفين. وادي الحبهان وورق لوري، وحطيت مستكه برضو، ومعانا برضو اسمه ايه القرفه. تمام، هنا برضو كنت حطيت الكوارع. شايفين يا جماعه الشوربه ايه الحلاوه دي؟ جميله جميله وخطيره، والشوربه تحفه. شايفين لونها ذهبي ازاي؟ شايفين الشوربة صافية وجميلة ازاي؟ هي قعدت من حوالي 4-5 ساعات، لان انا بحب اوطي عليها النار، بحب اسيبها تاخد وقتها. هنا انا حطيت الفلفل وكنت حاطه الملح. انا بحب احط الملح عادي من الاول، هي كده كده هتاخد وقت ياما، فحطيه بقى من الاول. انا بفرجكم هنا جمال الشوربة وحلاوتها. هنا بقى احنا الكوارع. هنا بقى كنت انا ايه بخليها زي ما انتم شايفين. بصوا هي دايبه، يعني اللي هو انا بمسك العظمه كده بايشه. هي دي احلى كوارع تاكليها. الكوارع اللي بتبقى ماسكه نفسها دي انا ما بحبهاش، بحبها كده تبقى زي ما انتوا شايفين محترمه. هنا كانت سخنه ملهلبه، كنت لسه مطلعاها. بس انا كنت ايه زي ما قلت لكم ان انا بخليها وهطلع النخاع منها. انا عملت النخاع عملته مع شوربه اللسان عصفور. تمام، وهوريكم دلوقتي احنا هنعمل الكوارع بقى ازاي. ولو وصلتي لحد هنا متنسيش تعملي لي اشتراك ومتابعه للقناه، وهستنى تجاربكم للطرق اللي انا بنزلها. هي بسيطة وطرق سهلة ان شاء الله. اهوت انا هنا حاولت امسكها بايدي معرفتش. انا زي ما قلتلكوا هي كانت لسه طالعة من النار ملهلبة. ماشي، اهوت احنا كده دلوقتي اهو انا هطلع منها النخاع. ايه ده يا جماعة؟ سكر عارفين يعني ايه سكر؟ زبدة. يعني بألف هنا وشفا على كل اللي كل منها النهاردة يا رب، بألف هنا. اهوت انا كده ايه بصفي النخاع زي ما قلتلكم. ومعلش اعذروني على صوت بنتي، الله يهديها ويصلح حالها ويهدي بناتنا وبنات امة محمد اجمعين يا رب، ويهدي اطفالنا واطفالكم يا رب. اهوت برضه هنزل النخاع منها. ايه ده ايه الجمال ده؟ هنا بقى هننزل بقى بالكوارع. نزلنا اهوت بيها. هقول لكم بقى هتعملوها بطريقه حكايه. انزلي بمعلقه سمنه كبيره بلدي. تمام، وحطي بقى عليها الكوارع وسيبيها تطش وانزلي عليها بحوالي 5 فصوص توم او 6 فصوص توم. تمام، بس انا هنا كنت بقطعها شويه ليه؟ لان انا بحبها قطع صغيره قوي. نزلت بقى عليها اهوت بحوالي كيلو طماطم. تمام، انا ضرباه في الخلاط ومش حاطه عليه ميه. تمام، بسيبها بقى اتفرجوا بقى وهي بتغلي كده. شايفين الحلاوه؟ واو على راي بنتي. واو يعني خطيره يا جماعه، خطيره. انا ما صورتها لكمش وهي محطوطه في الاطباق. بالف هنا وشفا على القلب كل حد كل منها النهارده. بس وهستنى تجاربكم. واو زي ما انتم ما شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعه، وربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم يا رب. اللهم امين يا رب.